بها في صلاتنا. الله أكبر يكبر بها المسلمون حول حروبهم. الله أكبر يكبر بها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، ما ظنكم بالله رب العالمين؟ ما ظنكم بالله رب العالمين بعد صيام 30 يوما وقيام 30 ليلة؟ ما ظنكم بالله رب العالمين؟ يجب أن نحسن ظننا بالله في هذا اليوم العظيم المبارك، لأن الله في حديث قدسي عظيم يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فهو له، وإن ظن غير ذلك فهو له. يجب أن تحسنوا ظنكم بالله بعد صيام وقيام وزكاة في شهر رمضان المبارك. كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبهم رسول الله، بل خاصمهم رسول الله 50 يوما لا يكلمهم، ومنع عنهم بيوتهم ونساءهم، وأن لا يتحدث معهم أحدا أبدا. فنزل فيهم القرآن الثلاثة الذين خلفوا. نزل أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليهم، أن الله قد غفر لهم. فسمعها أحد الصحابة فركب فرسه وهل إلى بيت كعب بن مالك، وهو بعيد على بيت كعب بن مالك: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. فكان يبيت فوق سطح بيته حتى لا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: ما بك يا رجل؟ قال: لقد غفر الله لك، لقد نزل فيكم قرآنا. قال: والله إن هذا اليوم خير يوم طلعت فيه الشمس. كذاك أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لهذه الوجوه الكريمة أن الله سبحانه وتعالى غفر ذنبهم وستر عيبهم وكتبهم عنده من الصديقين في جنات النعيم. إن يوم العيد يا سادة، يوم عيد الفطر سمي في السماء يوم الجائزة، فيما من الجائزة العظيمة بابا في الجنة يسمى بباب الريان يدخل منه الصائمون. ولكن العيد لمن؟ العيد لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا لله رب العالمين. العيد لمن يصل رحمه في هذا اليوم الكريم. العيد لمن دعا لله ولو دعوة صادقة واستجيبت له. العيد لمن أخرج زكاة فطره بقلب صافي وبنية صادقة. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. ففي يوم العيد صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم العيد من سنن العيد التكبير والتهليل، فإن عيدنا فيه تكبير وعيدنا فيه تهليل من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء للمدينة قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: عندما جاء رسول الله للمدينة وجد أن لهم يومان يحتفلون بهم في الجاهلية، فقال: إن الله أبدلكم خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. يا سادة، إن العيد العظيم هو لمن قبل صيامه، إن العيد العظيم لمن قبل قيامه، إن العيد العظيم لمن قبل زكاته عند رب العالمين. هذا هو العيد. العيد لمن؟ العيد لمن صام لله وقام لله. العيد يا سادة لمن غفر له. يوم العيد يكون خير يوم طلعت فيه الشمس ككعب بن مالك إذا غفر الله سبحانه وتعالى لك. علي رضي الله عنه وارضاه كان يقول: يا علي، لو تقبل الله منك سجدة واحدة لاستراح قلبك. ولكن كيف يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ونحن نخرج من هذا الباب ومنا من لا يكلم الآخر ومنا من لا يصافح الآخر؟ كيف لا ترفع أعمال المؤمن فوق 3؟ أي من يهجر أخاه فوق 3، من يخاصم أخاه فوق 3. يقول: يا عم الشيخ، طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مخاصم كعب بن مالك 50 يوما، ورسول الله قالت عنه عائشة رضي الله عنها: كان يكره لله ويحب لله. هؤلاء تخلفوا عن الغزوة ليس بعذر شرعي. أما نحن فنخاصم بعضنا بعضا. لماذا؟ تخاصم أخاك وتخاصم جارك وتظلم فلان وتخاصم فلان. إياك أن تبيت ليلة واحدة وأحدهم يقول: حسبي الله ونعم الوكيل في فلان. والله لن ترد أبدا. الله سبحانه وتعالى يغفر لجميع عباده. إذا خرجتم من هذا الباب وأنتم صائمين وقائمين لله رب العالمين وأديتم ما عليكم من فرائض، هنيئا لكم مغفورا لكم. لكن إلا المظالم، يعني واحد ظلم فلان، مخاصم فلان، آكل ميراث فلان، جرى على فلان، فعل مع فلان، لن يغفر له. لماذا؟
حتى ترد المظالم إلى أهلها. الله سبحانه وتعالى في يوم عيد الفطر تنزل الملائكة فترى عباد الله سبحانه وتعالى يصلون ويكبرون ويهللون: كيف تجدون عبادي؟ فيقول: يا رب وجدناهم بعد صيام 30 يوما وقيام 30 ليلة وأدوا ما عليهم من زكاة الفطر، وجدناهم يكبرون ويهللون احتفالا بهذا الميمون المبارك. ينادي من فوق السماء السابعة: أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لهم. فهذه الجائزة العظيمة، أي جائزة بعد هذه؟ والله الناس تثير على هذه الحياة أمواتا، ولكن الفائز الحقيقي من قبلت دعوة واحدة له في رمضان، الفائز من قبلت زكاته، الفائز الحقيقي في هذا الشهر العظيم المبارك من قبل صيامه أو قيامه. فإذا قبل سجدة واحدة أو دعوة واحدة، وربنا سبحانه وتعالى إذا تقبل عملا سيتقبل سائر الأعمال، لن يتقبل واحدا ويترك الآخر. إذا تقبل منك سجدة واحدة استراح قلبك، لأنك ستكون في منزلة عالية. ولكن سيدنا النبي صلوا عليه: اعلوا أصواتكم ففي يوم العيد أن نعلو أصواتنا بالصلاة على رسول الله وبالتكبير وبالتهليل، فهذا سنة أوصى بها رسول الله أصحابه، وقال: إذا جاء العيد وأتيتم إلى مساجدكم وإلى مصلاكم فأتوا من طريق وعدوا من طريق آخر. لما يا رسول الله؟ شهد لكم الطريقين يوم القيامة. ولكن أقف حتى لا أكون ظالما لهذا المكان، أقف وقفا مع إخواننا في غزة. والله بالأمس أرى مصلاهم عندما دونت قناة الجزيرة قالت إن أفضل مصلى في عام 2025 هو مصلى غزة. لماذا؟ يحيطهم الدمار من كل جانب، ولكنهم يخرجون نساءهم وأطفالهم. لماذا؟ لأن رسول الله أوصاهم بهذا، قال: إذا جاء العيد خرج الناس جميعا رجالا ونساء وأطفالا وغلمانا حتى يشهدون شرائع الله في أرضه، فهؤلاء لهم حق علينا في عيدنا أن نتذكرهم في الدعاء، أن ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يفك حصارهم. لأن المسجد الأقصى يا سادة ليس قضية فلسطين كما يزعمون، ولكنها قضية إسلامية وجبت على كل مسلم ولو بدعوة واحدة. سيسألك الله سبحانه وتعالى: لما لم تدعو لهم؟ لما لم تساندهم ولو بدعوة واحدة؟ من يقول غير ذلك فهناك خلل في إسلامه، لأن المسلم والمسلم كالبنيان، المسلم والمسلم كالجسد الواحد. كان يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي وبلال الحبشي وسعد الرومي، اختلاف في الجنسيات، تعدد في اللغات، ولكن جمعهم الإسلام، جمعتهم كلمة لا إله إلا الله. أيها الأحباب، إن يوم العيد هو يوم الأخوة، يوم العيد هو يوم أن نتذكر فيه بعضنا بعضا. لماذا وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل عيد الأضحى، قبل صلاة عيد الأضحى، وألا نؤخرها عن هذا، ليكون الغني مثل الفقير، حتى يتعفف الفقراء في هذا اليوم. في أعياد المسلمين التكبير، في أعياد المسلمين التهليل، في أعياد المسلمين طاعة لله رب العالمين. أي شعيرة من شعائر هذا الدين أعظم دين جاء للبشرية فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وكبار الصحابة، يقولون: يا رسول الله إنا منافقون. لما؟ قالوا: نعود إلى بيوتنا فنتذكر أهلينا، نعود إلى بيوتنا نسهى ونلعب ونضحك، وإذا جئنا أمامك تذكرنا الآخرة، بكينا وتذكرنا الجنة وتذكرنا النار. فقال: إنما هي ساعة وساعة. ولكن أي ساعة يقضيها الصحابة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى؟ والله إن ساعة لهم عند أصحاب رسول الله إنما هي طاعة ثم طاعة ثم طاعة. بل نريد ساعتنا، بل يومنا، بل شهرنا يكون مثل ساعة اللهو عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كل شيء في هذا الدين فيه أجر عظيم ومنفعة كبيرة. فإياكم بعد رمضان، بعد أن
كانت صفلت الشياطين في رمضان ثم عادت إلى مجاريها أيام ثم نعود إلى المعاصي مرة أخرى. من كان ممتنعا عن الصلاة أن لا يصلي لها، ولكن رمضان هو المدرسة الربانية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا العام. أيها الأحباب، يجب في عيدنا أن نتذكر إخواننا في كل مكان، ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم وأن الله يمكنهم. أصحاب النبي كان إذا انتهى رمضان ظلوا يدعون 5 أشهر اللهم تقبل منا رمضان. لماذا؟ لعظم هذا الشهر العظيم المبارك. أيها الأحباب، إني داع فأمنوا. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا، اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، اللهم تقبل منا زكاتنا، اللهم انصر اخواننا المجاهدون في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اجعل عيدنا عيدين بنصرهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيام رمضان وقيام رمضان، وبلغنا رمضان ازمنه عديده، وبلغنا رمضان ازمنه عديده، اللهم بلغنا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وكل عام وانتم بخير.